تصوري؟ ازيك يا حبايبي ومرفان عاملين ايه؟ ازيك احسن ناس في الدنيا؟ تقولي لي يا مرفان انت بتصوري في المدخل ليه؟ قبل ما اقول لكم لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تتكلم يا جماعه. يلا بدأت. اقول؟ اه اصل هي فصلت الموبايل بقى مرفان دي لما تعقدني مرفان نازله تكتب مني الحاجه يا جماعه. قبل ما اتكلم صلوا على النبي يا جماعه. طبعا ايه بالنسبه لي اللي نازله ايه وكده، فانا قلت بقى ايه البيت كله فوق نايم واحنا عالم فشل ما بنوديش مدارس. سبت الواد تنام النهارده الحد يا جماعه، والفيديو هينزل الحد برضه. فما اديتهاش النهارده بصراحه، فقلت لها نامي براحتك بقى النهارده. الواحد الاسبوع اللي فات يا جماعه طول الاسبوع رايح جاي رايح جاي. بناشد وزير التربيه والتعليم والنبي ارحمنا من التقييمات عشان تخلينا كل يوم نروح المدارس، ومصاريف كل يوم وبهدله وفرهده من مدارس لدروس. فيعني بناشد وزير التربيه والتعليم بلاش التقييمات بتاعت كل يوم ده، يعني في رحمه والله عشان اولياء الامور يا جماعه يوم اخرهم وانا اوليهم. فتعالوا بقى نشوف ايه قلت بقى ايه ادام البيت كله نايم والغير نايمه، قلت انزل السوق بقى واروق على نفسي وكده. زينب ومحمد لما بيروحوا السوق يجيب لي الاسعار في الكور، الاسعار بتبقى حلوه لان ايه 20 يعني 20 ما بينزلش. يمكن السوق لحمه مفرومه في حمرا ازاي بلدي بلدي يا جماعه. عشان ده بيبقى لي سكر وعندي حته دهن فوق عشان ايه الهش. هنا بقى جبت رفطه كيلو، البيت كله نايم وقلت اعمل على السلم كده عشان ما حدش يشوف. وجبت نص كيلو فلفل مسكر كان انا ايه شكله حلو كده وفاضي تعالى اعمل فيه والله. هي جايبه نص كيلو 7 كيلو. جبت ايه تاني؟ وفين بقى لها فتره مسكر جبتي؟ الكرنبيط اذكر ماما ما قالتليش خالص. اشتغلت طبعا عشان الكرنبيط. كرنبيط هتعملي امتى بقى؟ الجميله دي ب 20 جنيه. ب 20 جنيه يلا على قولها. ب 20 كانت بتقلب 30 بس حلوه صغيره بس محجره. انا هقول لكم حاجه يا جماعه. انا عندي فوق بس ايه اول ما تبدا ها اول جايبه ال 2 كيلو ب 20. جبت ايه كده عشان لسه ما بتطلعش. اسعار والله حلوه. خيار طبعا بيبقى فيه اكتر، بس انا عندي خيار فوق اللي هو صغير، الصغير ده انا جايبه له الصغير. طبعا بدل ما بجيب الاكل العيال مش شايفين اكتر فبجيب خيار. جايبه الخيار بكام يا جماعه الكبير؟ انا بجيب الكبير عشان التقطيع. جايبه ده بكام؟ ب 10 جنيه. ده كان يا جماعه ب 20 و 25، ده جايبه ب 10. كانت بتقول لي ماما يا جماعه بتلاقي اسعار جايبه كيلو ونص ب 10. كانت بتقول لي الاثنين ب 25 قلت لها ده كبير. والله بصوا بصراحه عامل ازاي قرب يا رفيق. الاثنين بصي الكيلو ونص ب 10. جايبه طبعا عشان ما اطلعش بس عشان ايه احنا تعسلي بدل ما حد ينزل. فالحكايه مش والله بصوا كله عشان بس ما تكونوش الواحده لوحدها، كله زي بعض. ده بقطعه زي الاكل والله رفيع. اهم حاجه عشان ما يبقاش مبسط تجيبيه رفيع. كانت بتقول لي 2 5 عشان خدت كل نص ب 10 خدت الثلاثه ب 20. مش هتركك يا ماما والله مش برتقال ب 15 جنيه يا جماعه. طبعا انا بجيبه مش كبير قوي، ما بحبش كبير قوي، مش معسل. بصي الصبح يا جماعه معسل. البرتقال اول مره يبقى اخضر وتفتحي سكر. والله سكر. الاثنين ثلاثه بصي هو مش ب 5 هو قال لي الثلاثه ب 5. ثلاثه ب 5. عندهم فوق رمان وعندهم جوه. هنا بقى يا جماعه طبعا انا عندي بصي هو انا جايبه الطماطم ب 10 جنيه. الطماطم نزلت بس انا ايه جايباها جامده والله جميله ب 10 جنيه. بتقول لي ب 15. تعالي كده جربي. ليه؟ جبت اليوم 10 حلوه اهو جامده بصوا والله حلوه. هتدخلي جوه الكيس. والله حلوه وجامده والله جميله. الكيلو ب 10. جبت 2 كيلو ب 20. طبعا انا عندي بصي اول ما الاقي الثلاجه بدات تعلق شويه بلحق وبنزل السوق. ليه؟ عشان ما تتكونش الحاجه على بعضها. جبت ربطه خس ب 10. بس هو الخس دلوقتي مش للمحشي. لا وانا بالنسبه لي الاكل بصراحه موجود يوم الاربعاء بيجي الاربعاء بياكل الخميس والجمعه والسبت. فبص كل يوم كنت انا عارفين في الفيديوهات القديمه اللي انا بعمل المحشي
صباح وصباح بعمل رز كتير في 3 ايام. يعني اول يوم عملت له كرومب وخس، خس تحفه. الورق الخاص يا جماعه تحفه. ده للحشو، خس الايام دي للحشو، بس بيتاكل بس هو للحشو، لان الورق تحفه. ايه تاني؟ عملت لهم كرومب وخس. هو الجمعه عملت لهم باذنجان وفلفل. اليوم السبت وفايت شويه رز كنت عامله لهم كله ورق عنب. والله العظيم الاكل تحفه. جميل يا جماعه، ايد ماما تحفه كل بجد. يوم كنت اعمل لهم محشي صوابع، لانه ولادي ما بياكلوش المحشي الباقي، ولادي ما بياكلوش المحشي الباقي. خلي بالك مين اللي بيأيدني في كده؟ بس انت عارفين ايه كل في الاكل ده؟ القرنبيط طبعا. طبعا. القرنبيط يا جماعه بعشقه. هعمل بقى ايه؟ النهارده هعمل كفته هتفيد لبكره، يوم الاثنين هعمل القرنبيط وبطاطس شيبسي وبتنجان وايه تاني يا ربان؟ وهعمل كمان ايه بابا غنوج بتنجان مقلي، وهعمل تعملي النهارده؟ بطاطس شيبسي تعملي النهارده؟ في المقلي. بصوا يا جماعه اكله والله عاملين فول بالتخديعه لسه هروق عليه. الاكله دي بتاكل عن المحشي. بصي يا جماعه، انا عندي الاكله دي احسن من المحشي. بس ابني الكبير اللي هو محمد اللي في الطب ده اللي هو في رابعه طب ما بيحبش قوي، فقلت لما يمشي هعمل حاجه القلم. فده الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه. يا ريت تكونوا استفدتوا من ام روبان وفشل روبان اللي ما راحتش المدرسه. لا روبان بنتي مش فاشله. انا عندي 2 دكاتره في الثالثه ان شاء الله هتبقى دكتوره او مهندسه ان شاء الله. ان شاء الله دول يقول امين ويوعدكم ان شاء الله زي ما وعدتني. ورضاني الحمد لله، رضاني في عيالي. طول ما الواحد ماشي كده ستريس كده فربنا بيرضيه في حياته وبيرضيه في عياله، وربنا يرضيه. بس انتوا ستريس زي ما قلت. المهم يا جماعه ده فيديونا النهارده. فيديونا ما تقوليش اللي احنا ما استفدناش، ده استفدنا. الساعه كام دلوقتي الفيديو ده؟ الساعه كام دلوقتي يا جماعه؟ الساعه 8 الصبح. الموضوع ما بتقومش بدري، بس انا عشان نايمه بدري وانا لما هما نايمه يا جماعه الساعه 10. ببقى نشاط وحيويه بقى، فقلت انزل بقى والجو يا جماعه بالذات لما تكون ماشيه لوحدك مش عماله تقولي عيني وراك. فبس دي الفيديو بتاعنا النهارده. جميل يا جماعه. مشتريات جميله ورخيصه، اسعار في السوق يا جماعه والله رخيصه. والله الاسعار حلوه مش وحشه. انا جايبه الخيار الراجل بربيكيو يا جماعه، في ايد روبان وجعتها زلني زله التنين. عشان كده بربيكيو يا جماعه كل الرجاله مع مربان كل بتيجي جبنا مع مربان، ويا ربنا ما يحكمك على قدنا ابدا يا ربنا. يلا باي باي. باي.